السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناتكم قناة سيليكون، وفيديو النهاردة إن شاء الله فيديو جديد وسلسلة جديدة، وهي أفضل كومبوهات موجودة في السوق، كومبوهات معالجات وكروت شاشة. فنتكلم النهاردة كومبوهات بتبدأ من $250 لغاية $1600. وطبعا أسعار النهاردة هتبقى مفاجأة، وهي بالدولار، الجنيه المصري، بالريال السعودي، والدرهم الإماراتي. ودي طبعا هتبقى سلسلة جديدة زي ما قلت لكم، كومبوهات معالجات وكروت شاشة، وإن شاء الله في المستقبل ممكن تكون كيبوردات وسماعات وهكذا. فعشان كده دعمك يا جميل، عشان بصراحة القناة دلوقتي احوالها مش احسن حاجة، فمحتاج دعمك، وانك تشترك في القناة مش هياخد معاك ثانية، والاشتراك ببلاش. ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. انا عايزك في الفيديو ده اهم حاجة انك تاخد اكبر قيمة ممكنة مقابل الفلوس اللي انت هتدفعها، يعني تدفع اقل سعر وتاخد احسن اداء بالنسبة لك. فده هنشرح النهاردة ازاي هنعمل كده. غير كده اول حاجة انت لازم تحدد انت معاك كام فلوس. فانت مثلا لو معاك فئة مثلا متوسطه، فانت هتكون في الكور اي 5 والرايزن 5 مثلا كمعالجات. وانت مثلا لو كروت شاشه هيكون مثلا ار تي اكس 30 50 او ممكن اقل من كده حتى. فانا عايز اشرح لك كام نقطه قبل ما نبدا في الكومبوهات دي، عشان تكون فاهم الدنيا وما فيش حد يضحك عليك، وتكون عارف بالظبط مين بيركب مع مين ومين ينفع مع مين عشان تاخد احسن قيمه. فاول حاجه هنتكلم عنها وهو مصطلح البوتل نيك او عنق الزجاجه. زي ما بنقول مصطلح عنق الزجاجه ده انك تحط مثلا، انت هتشتغل على جهاز مثلا على برامج، فالبرامج دي اكتر حاجه مثلا بتستخدمها لو انت اخترت مثلا برنامج معين هو المعالج، فتقوم حاطط المعالج تقريبا ب$1000، وتقوم حاطط له كارت ب50 او 100 او $200 حتى. فكده انت مفيش موازنه خالص. فانا عايز افهم لك مفهوم عنق الزجاجه. ايه مفهوم عنق الزجاجه ده؟ انا عايز افهمه لك ببساطه. مفهوم عنق الزجاجه ده ببساطه انك مثلا لو جبت طريق زي الصوره اللي قدامك دي، والطريق ده مثلا بياخد بالعرض 10 عربيات، فتخيل ان انت حطيت فيه 50 عربيه، كده حرفيا الطريق هيقف، والدنيا مش هتمشي، والدنيا مش هتبقى سلسه، وتلاقي الدنيا بتقطع معاك. ده بالظبط اللي بيحصل في البي سي. غير ان انت لو جبت طريق مثلا بيمشي فيه نفس العشر عربيات، وانت مشيت فيه 8، مشيت فيه 9، مشيت فيه 7، مشيت فيه حتى ال10، مش هيحصل اي مشاكل، وكلهم هيمشوا مع بعض، ومفيش اي حاجه هتحصل. فهو ده بالظبط اللي بيحصل في البي سي. لو ما عملتش توازن ما بين القطع، هتلاقي البي سي بيهنج منك، بيقف، بيفريز، بيجيب شاشه زرقاء، على حسب بقى المشكله اللي عندك بالظبط. فدي اهم حاجه لازم تاخد بالك منها. تاني حاجه او تاني هنت عايز اديهولك عشان توفر فلوس بالذات بقى، مش حاجه تفهمها قطع، هو انك مثلا هتشتري قطعه اللي انا قلت لك عليها الفلانيه، مثلا رايزن 5 5600 اكس، فانت مثلا مش تروح على اشهر موقع وتشتري منه على طول. لا، دي معلومه انا حابه اقولها لك. انت تاخد اسم الحاجه اللي انت هتشتريها دي، تقوم رايح على جوجل زي الشطور كده، وتكتبها بالظبط زي ما هي في جوجل، مثلا في بحث جوجل. فانت هتشوف بقى كل المحلات اللي حواليك او القريبه منك او حتى بعيده شويه، وكل اسعارها ظاهره قدامك، فانت هتشتري ارخص سعر. وطبعا حاول تدور في كل الصفحات مش اول صفحه بس. طب هنيجي لسؤال مهم جدا، هل ده الوقت المناسب للشراء؟ هنجاوبه اجابتين. تمام، اول حاجه لو انت من مصر اشتري يا باشا، ما تفكرش، يعني الاسعار مش مضمونه نهائي، اشتري وانجز ورب تلحق. طيب لو انت بره مصر، لو انت بره مصر وهتشتري حاجه فئه عليا، لا طبعا لازم تصبر. كروت الار تي اكس 50 90 و50 80 هينزلوا خلاص، يعني اقل من شهر ان شاء الله. دي طبعا تكهنات او تسريبات، لكن التسريبات دي انا حاسسها يعني حرفيا هتحصل بالظبط. فلو انت فئة عليا اصبر، او فئة حتى عليا يعني اقل من العليا بشوية، برضو اصبر وما تشتريش دلوقتي. لو انت فئة متوسطة فانت هتضطر تصبر حبة حلوين. تمام، كده كده معالجات الجديدة من انتل ورايزن نزلت، فانت مش محتاج تستنى. وكروت شاشة انفيديا اللي هم 50 60 و50 70 غالبا هينزل شهر 2 او شهر 3 في الحدود دي بقى المعلومة اللي مش متأكدة. فانت حابب تصبر اصبر، لو مش حابب تصبر على الكارت اشتري دلوقتي ومفيش اي مشكلة. وما تنساش برضو ان كروت اي ام دي الجديدة قربت تنزل. طيب احنا الفيديو هيمشي ازاي؟ هنقسم الفيديو ل5 كومبوهات. اول كومبو لدقة الفول اتش دي او ال1080 بي اللي على الحديدة، حرفيا اللو اند خالص. وبالنسبة للفئة التانية وهي ال1080 بي او الفول اتش دي الهاي ريفرش ريت، لو انت عايز تدلع نفسك بقى وتلعب 144 هرتز والكلام ده. الفئة التالتة وهي 2K الميد رينج، اللي هو انت عايز تلعب 2K بفريمات مش اعلى حاجة 60 فريم او كده. والفئة اللي بعدها الفئة الرابعة وهي 2K الهاي ريفرش ريت، لو انت عايز تلعب 2K لكن تلعب هاي ريفرش ريت، تستمتع بالريفرش ريت العالي وسلاسة اللعبة مع دقة العرض ودقة اللعبة الرهيبة.
طبعا اللي انا بقوله ده ينطبق سواء على شغل او جيمنج، الاتنين بيحتاجوا قطع قوية على حسب انت هتشتغل عليه. واخر فئة معانا هي فئة ال 4K. طبعا انت دلوقتي هتقول لي ال 4K اشمعنى ما فيش فئة يعني اقل شوية تلعب عادي وفيها جامدة اوي؟ هقول لك ليه. لان اللي هيشتري 4K هيكون فشيخ ما شاء الله عليه تبارك الله، مش قصدي حاجة، بس اللي هو الشاشة لوحدها اصلا لو عايز شاشة 144 هرتز دي بمبلغ وقدره، مثلا لو هتلعب 4K انت محتاج كارت شاشه بمبلغ وقدره. فغالبا هي فئه كادحه، مش عارف كادحه دي اللي هي فقيره ولا غنيه، فمش محتاج يعني انه يوفر حاجه، وما شاء الله مش قصدي حاجه طبعا. فعشان كده في فئه واحده لل4K. طيب هنخش على اول كومبو، وهو كومبو ال 1080 بي على الحديده. فاول حاجه هناخد المعالج هو الرايزن 5 ال 4500، وسعر المعالج ده حوالي $70 و323 ريال سعودي و265 درهم اماراتي، وسعره 3750 جنيه مصري. هنيجي لكارت الشاشه اللي هيكون معاه، وهو الار اكس 6600، لان الكارت ده ممتاز جدا بالنسبه للسعر والاداء الرهيب اللي بيقدمه. هتشوفوا تجربه الاداء بتاع الكومبو ده حاليا، بس بعد ما اقول سعر الكارت الشاشه، وسعره $190 و1052 ريال سعودي، 937 درهم اماراتي، وتقريبا 11000 ل 12000 جنيه لان ما لقيتهوش متوفر في مصر. طب كده التوتال هينزل لكم دلوقتي برضو بالاربع عملات، وهنشوف على طول تجارب اداء الالعاب. وانا اخترت الثلاث العاب اقوياء جدا حرفيا بيفتقوا كروت الشاشه والمعالجات عشان اوريكم قدره الكومبوهات دي. واول لعبه معانا وهي ريد ديد ريديمشن 2، وهي حرفيا لعبه قويه جدا كجرافيك وكاختبار قوه اعتاد الكروت والمعالجات. وتاني لعبه وهي سايبر بانك 2077، وبرضه جبتها لنفس السبب. واخر لعبه وهي كول اوف ديوتي وورزون 3، ودي لعبه مش تريبل اي، هي لعبه هاي ريفرش ريت، لكنها اتقل لعبه هاي ريفرش ريت ممكن تلعبها، عشان كده جبتها. فده اول كومبو معانا في ريد ديد ريدمشن 2 على 1080 بي على اعلى اعدادات تقريبا 71 فريم، وده رقم ممتاز جدا. وسايبر بانك 2077 على هاي سيتنجز، طبعا قافلين الريت ريسنج، هيكون 45 فريم برضو مقبول. بينما وور زون 3 على نورمال تقريبا 73 فريم، وده مش اعلى حاجه. طبعا اللعبه دي بتحتاج معالج قوي حبتين. خش على الكومبو التاني، وهو كومبو الفول اتش دي الهاي ريفرش ريت. هناخد معانا الكارت الار تي اكس ال 4060 ال 8 جيجا بايت، وهيكون سعره $300، 1248 ريال سعودي، 1130 درهم اماراتي، و15200 جنيه. بينما معالج الرايزن 5 ال 5600 اكس هيكون سعره $123 و573 ريال سعودي، 449 درهم اماراتي، و7500 جنيه مصري. وطبعا توتال اسعار الكومبوهات دي هيكون مكتوب قدامكم دلوقتي. ونخش على الاختبارات. واول لعبه زي ما اتفقنا ان هي هتكون ريد ديد ريديمشن 2، فهي على 1080 بي على اعلى اعدادات جايبه 86 فريم. بينما السايبر بانك نطت هنا نطه جامده قوي، بدل من 45 فريم 87 فريم على هاي سيتنجز. بينما وورزون 3 على الترا سيتنجز اعلى اعدادات على 1080 بي جايبه 125 فريم، وده طبعا رقم كويس جدا. اكيد محدش هيلعب وورزون 3 على الترا سيتنجز، فانت لو خليت الاعدادات اعدادات البرو بلاير فحرفيا هتجيب فوق ال 180 فريم وممكن اكتر كمان. بالنسبه للكومبو الثالث اللي معانا وهو ال 2K الميد رينج، هيكون معانا المعالج القوي جدا الرايزن 5 ال 7600 اكس. المعالج ده قوي جدا كالعاب، وهيكون سعره $194، 939 ريال سعودي، 747 درهم اماراتي، و12000 جنيه. بينما كارت الشاشه اللي هيكون معانا هو الار تي اكس 4060 تي اي نسخه ال 8 جيجا، لان ال 16 جيجا سعرها مبالغ فيه جدا. غير كده الكروت المنافسه سواء ال 6750 اكس تي مش متوفر نهائي، ما لقيتهوش نهائي. وال 6800 اكس تي برضه سعره مبالغ فيه جدا، المفروض ان هو يكون قريب من سعر الكارت ده. فعشان كده رشحت ال 4060 تي اي. سعر ال 4060 تي اي $390، 1824 ريال سعودي، 1449 درهم اماراتي، و22000 جنيه مصري. وهسيب لكم برضو توتال اسعار الكومبو قدامكم حاليا. وهنخش على الاختبارات، واول اختبار معانا وهي Red Dead Redemption 2 على 2K اعلى اعدادات اللعبه جايبه 80 فريم، ده رقم كويس جدا. بينما سايبر بانك 2077 على اعلى اعدادات برضو جايبه 70 فريم،
على 2K، فده حاجة ممتازة بصراحة. بينما وورزون 3 على 2K اعدادات بالانسد جايبة 136 فريم. هنخش على ال 2K الهاي ريفرش ريت، هيكون معانا هنا بقى تطوير رهيب في المعالج وكارت الشاشة. هيكون المعالج رايزن 9 7900 اكس، المعالج ده سعره 367 دولار، وبالريال 1695 ريال سعودي و1510 درهم اماراتي و20500 جنيه. بينما كارت الشاشة وهيكون الفتاك القوي جدا ال RTX ال 4070 سوبر، يكون سعره 600 دولار او 2720 ريال سعودي او 2414 درهم اماراتي او 34 الف جنيه مصري. طبعا في هنا تنويه حابب اقول لكم عليه، انا مش مختار كل المعالجات ولا معالج من انتل واحد، لان معالجات انتل الجيل ال 13 وال 14 فيها مشكله وبتبوظ بعد فتره بسيطه، فانا مش عايز احطك في الريسك ده. غير كده ان حتى انتل فيها مشاكل تقنيه زي سحب الطاقه العالي جدا في كل الاجيال من ال 12 لل 14، ودرجه حرارتها المبالغ فيها اللي بتحتاج حرفيا تغرق الجهاز ميه عشان ما يسخنش منك. غير كده بالنسبه لي للاسف ان انتل مقاطعه، لان هي بتدعم الكيان المحتل، فبصراحه مش عايزكم تشتروها. فليه؟ ريح دماغك وخليك مع الرايزن، مش وحش، بيقدم اداء خرافي وقيمه خرافيه بالنسبه للسعر. وفي هنا معلومة بسيطة حابب اقولها لك بالنسبة للكومبو ده، ان الكومبو ده ينفع على 2K وال 4K، فانت كده كأنك بالظبط كأنها 4K الميد رينج او الفئة اللي لسه داخل على ال 4K، مش 4K هاي ريفرش ريت. فانا هجيب لك بقى ده الكومبو ده مش زي اي كومبو، لا هجيب لك اداء بتاعه على 2K وعلى ال 4K. فبالنسبة للعبة زي Red Dead Redemption 2 جايبة على 2K الترا جايبه 113 فريم، وجايبه على ال 4K الترا 72 فريم، وده رقم ممتاز جدا بالنسبه لسعر الكومبو ده. انت حرفيا بتلعب على ال 4K اعلى اعدادات اعلى من 60 فريم. بالنسبه لتاني لعبه وهي سايبر بانك 2077 جايبه على 2K الترا سيتنجز 92 فريم، بينما على ال 4K الترا جايبه 60 فريم، ودي حاجه ممتازه جدا. واخر لعبه وورزون 3 جايبه على 2K الترا 160 فريم، وده رقم كبير جدا، وجايبه على ال 4K الترا 100 فريم. هنيجي بقى للتجميعة الوحش الكاسر المهيبة الغالية جدا، وهي ال 4K هاي ريفرش ريت. اول حاجه هنتكلم على المعالج، وهو الرايزن 9 ال 7950 اكس، المعالج الجبار اللي ب 16 نواه و32 مسار، وبسعر 480 دولار. طبعا كنت عايز هنا احط اكس 3 دي، معالج يكون اكس 3 دي، بس للاسف ما لقيتوش متوفر في اغلب الاماكن سواء في بره مصر او جوه مصر، فعشان كده اخترنا ال 7950 اكس، وده معالج يعتبر احسن لانه ينفع تشتغل عليه احسن بكتير من الاكس 3 دي، وكمان ممتاز في الالعاب. فسعره 480 دولار او 2451 ريال سعودي او 1510 درهم اماراتي او 27400 جنيه. بينما كارت الشاشه اللي معانا وهو الكارت الجبار الكاسح الماسح وهو الار تي اكس ال 4080 سوبر. ونيجي على الاسعار، فسعره 1100 دولار 4288 ريال سعودي و3869 درهم اماراتي و58500 جنيه مصري. فتوتال اسعار الكومبو ده هتلاقوه دلوقتي ظاهر قدامكم. وهنبدا باختبار اول لعبه وهي ريد ديد ريديمشن 2. اللعبه جايبه على 4K اعلى اعدادات حوالي 85 فريم، بينما سايبر بانك 2077 جايبه على 4K اعلى اعدادات 72 فريم، وورزون 3 على 4K اعلى اعدادات جايبه 135 فريم. ودي كده كانت معانا كومبوهات النهارده، احسن كومبوهات موجوده في العالم، بتبدا من سعر تقريبا 15000 جنيه لغايه 86,000 جنيه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى السلسله ان شاء الله تعجبكم. ما تنساش انك تدعمني، تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات، تكتب لي تعليق، تخش على جروب الفيسبوك. وكان معكم سيليكون، مع السلامه.